بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده فيديو جديد في القناه. هنعمل النهارده ان شاء الله كوفيه. ان شاء الله تعجبكم. هو انا اللي هعملها دي مقاس اطفال. انتوا لو عاوزينها مقاس كبار طبعا هتزودوا عدد الغرز اللي هنبتدي بيها. يعني احب اقول ان انا هستخدم ابره رقم 4، وده خيط قطن من كوتونيل. هحط لكم الفيديو المشتريات اللي كان موجود فيها في الديسكريبشن بوكس لو حابين اللي تعرفوا الاسعار. بس خلي بالكم الكلام ده كان من سنتين او من سنة، مش متذكرة. هنعمل عقدة البداية. اسهل طريقة نعمل بيها عقدة البداية، هنعقد عقدتين على الابرة ب26 سلسلة. ادي واحد، قرب لكم شوية، اتنين، تلاتة، ادي كده 26 سلسلة. انا بحب هنا اغير الابرة لان التملي اول سطر بيبقى واسع شوية عن بقية السطور، فانا هغير الابرة رقم 3. ويمين السلسلة من اول سلسلة على طول كده، من غير تفاهم هخش واشتغل فيها. الاول حاجة هعمل فيها منزلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. ده علشان الكوفية نفسها ما تبقاش متنية من تحت. خلاص اهو، هنخش هنا هنعمل منزلقة. خلاص، وبعدين هنخش نعمل نص عمود. النص عمود هنخش من اول سلسلة نعمل نص عمود. هنخش كده واحد، وفي اللي بعدها كمان نص عمود، سلسلة في الهواء، وهنفوت واحدة من تحت، وبعدين نص عمود في اللي بعدها، وفي اللي بعدها كمان نص عمود. بلف الخيط واخش في ضلع من الغرزة، اسحب خيط، بيتبقى 3 على الابرة، واسحب ال3 مرة واحدة. هحط لكم اللينك بتاع النص عمود في الديسكريبشن بوكس، بس برضو هشرحه دلوقتي على السريع كده. سلسلة في الهواء، بنعمل نص عمود ازاي؟ بنلف الابرة حوالين الابرة، حوالين الخيط حوالين الابرة. هنفوت طبعا اللي تحت، ونخش هنا في الضلع نسحب خيط، وبعدين نخش نسحب من ال3 اطلاع مرة واحدة. قربت لكم الصورة. وفي اللي بعدها نفس القصة كمان، نلف الخيط وهنخش في اللي بعدها 3، نخش ونسحب منهم كلهم، وبنفضل بالكيفية دي لحد اخر السطر. اتنين عمود، 2 نص عمود، سلسلة في الهواء، ونفوت سلسلة من تحت، وبعدين 2 نص عمود، وهكذا. كده وصلنا لاخر 3 غرز. لازم يتبقى معاكي في الاخر 3 غرز، لان انت هتعملي سلسلة في الهواء، وبعدين نص، وتفوتي واحدة، وتعملي في اخر 2 برضو نص عمود. بنلف وندخل، وادي النص عمود. طب هنبدأ السطر التاني ازاي؟ برضو هندخل هنا نعمل منزلقة تاني علشان اقول ما يبقاش الاطراف متنية.
كنت عملت لكم فيديو عن الطريقة دي، هبقى مش عارفة انتوا شفتوه ولا لا، هبقى اسيبه لكم في الوصف. وبعدين هنخش نعمل في اول غرزة على طول كده نص عمود، وفي اللي بعدها نص عمود، في نفس قصدي الغرزة نص عمود كده، اكننا اشتغلنا فوق كل غرزة من اللي تحت نص عمود. بعدين سلسلة في الهواء، وبعدين هنيجي في الفراغ بتاع السلسلة بتاع السطر اللي فات هنخش نعمل فيه 2 نص عمود، 1 2 سلسلة في الهواء، وبعدين في الفراغ اللي بعدها 2 نص عمود، وهي دي، وهو ده بيكون تاني سطر. نشتغل كده لحد الاخر سلسلة في الهواء، وبنيجي في الفراغ ونعمل نص عمود، وفي نفس الفراغ كمان نص عمود، سلسلة في الهواء، وهكذا لحد ما نوصل للاخر. وهوريكم هننهي السطر ازاي. هيتبقى في الاخر فراغ واحد، طبعا اللي قبله احنا اشتغلنا فيه اهو 2 نص عمود في الفراغ اللي قبله. اخر فراغ ده هنعمل فيه ايه؟ سلسلة في الهواء، وهنخش نعمل فيه 2 نص عمود، وبكده نكون خلصنا السطر. وهنلف ونبدأ سطر جديد. ايه ده، هتسيبي ده كده يا هبة؟ لان انت لو عديتي الغرز هتلاقيهم 26. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. كده 26. فاحنا كده المقاس مظبوط او الغرز مظبوطة. مهم جدا انك تعدي الغرز بعد كل سطر، لازم بعد كل سطر. هتخشي في كالعادة، خشي اهو، وبعدين في نفس الغرزة تعملي، طبعا عملنا منزلقة، وبعدين عملنا في نفس الغرزة 2 نص عمود. تمام، سلسلة في الهواء، وبنكرر نفس اللي عملناه السطر اللي فات. نخش في الفراغ ونعمل 2 نص عمود، سلسلة في الهواء، وفي الفراغ 2 نص عمود، وهكذا لحد الاخر. سلسلة في الهواء، بعدين بتخشي تسحبي خيط ونقط من ال3 حلقات مرة واحدة، وهكذا لحد ما اوصل للخلص السطر كله، وهوصل لحد الاخر وارجع له. وصلنا كده للاخر، هنعمل سلسلة في الهواء، وفي الفراغ بنعمل 2 نص عمود، وبيكون كده انتهى السطر، بيكون كده انتهى السطر. وهنعد الغرز هنلاقيهم بالمظبوط 26 غرزة. السطر اللي جاي بقى هنبتدي نشتغل غرزة العمود بلفة. خلاص، طبعا بنبتدي سطر كالعادة بمنزلقة في اول كده، عشان يبقى الشغل كده. شايفين الشغل مفروض ازاي كده من هنا ومن هنا؟ اوكي. هنخش نعمل نص عمود، بنلف الخيط حوالين الابرة وندخل في الغرزة، ونخرج من حلقتين في حلقتين، 1 2. وبعدين بنلف الخيط حوالين الابرة، وبعدين بنخش ونسحب حلقتين في حلقتين، بعدين اهو بنخش ونسحب. سوري، هنعمل في كل غرزة عمود بلف. ادي كده اول عمود بلفة فوق اول غرزة، اول عمود في بلفة فوق اول غرزة، وبعدين تاني عمود بلفة، بنعمل تاني غرزة، بعدين تالت عمود بلفة في تالت غرزة، رابع عمود بلفة في رابع غرزة. بنخش وفي الغرزة ونسحب خيط تحت الضلعين مع بعض، ونسحب 2 في 2،
وهكذا بنكمل كل عمود بلفة لحد اخر السطر، وبنشتغل 4 سطور عمود بلفة بنفس الكيفية كده. انا كده خلاص خلصت ال26 غرزة. وخلي بالكوا ان الاخرانية بتبقى مستخبية شوية، فناخد بالنا شوية لو حابين تعلموها ياريت. بعد كده بنلف الادوار وبنخش في اول واحدة دي ونعمل منزلقة كالعادة. خلاص. وبعدين بنعمل 1 2 كل 3 كل الاسطر اللي بنبتديها هنعمل فيها كده. يبقى ده اول عمود وده التاني، وبنشتغل كالعادة عمود فوق كل عمود لحد ما بنعمل 4 ادوار، وانا بنفس الطريقة اللي احنا ابتدينا بيها الدور ده. يعني احنا عملنا كده 2، باقي 2 كمان. انا هفتح لكم شوية الكاميرا اهو. انا كده خلصتها. هنسمي دي اول مجموعة. هنعمل مجموعة تانية زيها بالظبط، ونفضل نكرر ال7 ادوار دول، اللي هم اول 3 ادوار نص عمود، وتاني 4 ادوار عمود بلفة بنفس الطريقة اللي احنا عملناها في المقاطع اللي فاتت. وهنفضل نعلي في الادوار لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه. خلاص. فانا هبتدي تاني دلوقتي اعيد نفس اللي انا عملته، وهشتغل عدد معين من المجموعة دي اللي احنا اشتغلناها دي، وهوريكم بقى بيبقى شكلها في الاخر عامل ازاي. وهو ده اللي بيعمل الحواف اللي احنا شفناها. شايفين الاطراف؟ حطيتها لكم بقى على حاجة غامقة اهي علشان تشوفوها براحتكم. ده يكون الفيديو بتاع النهاردة. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.